اول حاجه الحمد لله على المكسب، متصدرين الدوري الحمد لله. ده شيء كويس جدا ان احنا داخلين ندخل على ماتش الجونه واحنا متصدرين، وان شاء الله نكسب ماتش الجونه ونخش على ماتش الاهلي واحنا متصدرين بفارق كويس. تمام. بس في حبه نقط لازم نتكلم فيها النهارده. اول نقطه، بعد ما جبنا الجول عشان ما تتكررش تاني، بعد ما جبنا الجول النهارده من عبد الله السعيد من ضربه جزاء، المفروض احنا الاول كنا دايسين. طب ما نكمل في الدوس وندوس يا معلم، نجيب التاني والتالت وافتح خلص الماتش، ما تخليش فريق قدامك يخش تاني في الجيم. وكان ممكن النهارده الاسماعيلي كان بيلعب برضه كويس النهارده على فكره، ما كانش وحش، كان عاجبني. رغم الظروف اللي هم فيها، بس ما شاء الله عليهم برضه في حبه لعيبه عندهم كويسين، وان شاء الله يقعدوا في الدوري باذن الرحمن مع حبه اجتهاد ولعيبه كويسه تيجي. تمام. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، كان في بعض الفرص النهارده متفرقه على مدار الماتش، مثلا فينا فرصه بنسبه 100% جون بس ضاعت حاجات قدريه عادي. برضه فرصه عودة الدباغ ومش عارف حطها كده ازاي باسلوب يعني مش مش مهاجم اللي يعمل كده، بس هنرجع تاني عودة الدباغ. برضه عبد الله السعيد ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه بجد، بيعمل كل حاجه في الماتش. دفاعي هجومي خط وسط، يفتح هجمات سروهات ما شاء الله. يعني انا بتهيألي عملت فيديو فات عبد الله السعيد مش هتكلم تاني عليه، ما شاء الله عليه بجد. نيجي الماتش 40 سنه، 40 سنه. بعد ما خدنا الشوط الاولاني دخلنا في الشوط الثاني عادي بقى، ماتش عادي لو هو ايه على قد يعني. احنا بعد ما جبنا الجون الثاني وبتاع خلاص وخلصنا عودية الدباغ. بس خلاص الماتش بقى عادي يعني، اللي هو ايه ماتش بنلعب على قد الزهق، اي حاجه وخلاص. تمام. مفيش حاجه يعني تذكر في الماتش واحد ممكن يقولها.